ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن العناية بالبشرة الجافة، بعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن العناية بالبشرة الدهنية، واتكلمنا في الحلقة اللي قبلها عن العناية بالبشرة المختلطة. البشرة الجافة هي البشرة اللي بتتميز ان هي، او من اهم صفاتها ان هي بشرة بتكون ناشفة جدا، بيكون فيها قشور في الجلد، بيكون فيها احمرار، وساعات كمان بيتغير لون الجلد فيها للون الرمادي، وخصوصا في المنطقة اللي بتبقى حوالين الشفايف او من المناخير من الجناب، وده نتيجة فقد الرطوبة الجامدة من الوش، فبتسبب تغير في لون الجلد. وساعات كمان بعد ما بناخد الشاور بنحس ان احنا متضايقين من احساس جلدنا وملمس بشرتنا، بتبقى انت في حكة او في هرش عايزة تهرشي نتيجة ان كل جسمك فقد الرطوبة اللي فيه وفقد المية اللي فيه، فبيبدأ يحصل جفاف شديد في الجلد، فبتحسي ان انت عايزة تهرشي فيه، وطبعا الجلد بيبقى محمر. ممكن بشرة وشك تبقى عادية وبشرة جسمك تبقى جافة او العكس، فانت برضو خدي بالك ان انت لو بشرتك عادية حاولي ان انت تعاملي جلدك ان هو معاملة الجلد الجاف، وان انت ترطبيه برضو بالمرطبات بتاعة الجسم وبتاعة الشاور، دي بقى حاجة ملهاش علاقة بالوش. احنا النهاردة هنتكلم عن العناية ببشرة الوش الجافة. طبعا احنا عارفين ان العناية او الروتين اليومي بتاعنا ان احنا لازم بنستخدم غسول، ونستخدم الماسكات بتاعتنا، وبنستخدم الكريمات المرطبة او السيرامات بتاعتنا. بالنسبة للبشرة الجافة لازم المنتجات اللي احنا نستخدمها للعناية بالبشرة الجافة نحاول على قد ما نقدر يكون فيها هايلورونيك اسيد، يكون فيها نياسيناميد، وتكون غنية بالفيتامينات الكتير علشان تعوض البشرة بنسبة الرطوبة اللي بتفقدها، اللي بتتبخر من الجلد نتيجة ان الجلد بيبقى ناشف. فبنبقى محتاجين دايما كريمات او غسولات او ماسكات تمد البشرة بمواد مرطبة تحبس الرطوبة جوه الجلد، او كمان انها تزود نسبة الرطوبة بانها يكون هي نفسها الكريم او الغسول يبقى فيه مية تغذي الجلد وتغذي مسام الجلد. هنبدأ بالنسبة للعناية اللي هي الروتينية بتاعتنا بتاعة البشرة. أول حاجة إن إحنا لما نيجي نرطب البشرة نرطبها بكريمات أو سيرامات، زي ما قلنا هيكون فيها هايلورونيك أو هيكون فيها نياسيناميد أو هيكون فيها فيتامينات، والترطيب ده يكون 3 مرات في اليوم. ولو انت بشرتك شديدة الجفاف استخدمي المرطب بعد كل ما تتوضي، كل ما تغسلي وشك حاولي ان انت بعدها تستخدمي المرطب بكمية قليلة، مفيش مشكلة، بس المهم ان انت ترطبي عشان تعوضيها الفقد اللي بيحصل نتيجة ان انت حطيتي المية على وشك ونشفتي، بيحصل تبخر للمية الداخلية في الخلايا. تاني حاجة هنحاول على قد ما نقدر نشرب كمية سوائل كتيرة، سواء مية سواء عصاير، علشان ان احنا برضو نعوض نسبة الفقد الداخلي، فتبدأ ان هي تنعكس بمظهر صحي على بشرتنا. تالت حاجة بالنسبة لنا ان احنا بنتجنب ان احنا نتعرض لأشعة الشمس، ولو حصل ان احنا تعرضنا فلازم وضروري ان احنا نستعمل الصن بلوك، وزي ما اتفقنا في الحلقة بتاعة الصن بلوكات ان احنا هنستخدم الصن بلوك ما يكونش اقل من عامل حماية 30. وطبعا لو انت بشرة جسمك كمان جافة فانت هتحطي على ايديكي وهتحطي على المناطق اللي بتتعرض للشمس بكتير، يعني معاكي لو انت مش محجبه وبتلبسي بنص كم فانت برضو هتحاولي، او طبعا لو انت راجل يعني فهتحطي برضو المرطبات دي على جسمك، وهتحطي الصن بلوك برضو على جسمك عشان تمنعي جفاف البشره. رابع حاجه ان احنا هنعملها ان احنا نتجنب تماما ان احنا نستخدم الميه السخنه، لان الميه السخنه دي هي هتبقى سبب فقد الرطوبه من الجلد، فهتسبب الاحمرار وهتسبب الجفاف، وكمان هتسبب في ظهور القشور فوق الجلد. فهتلاقي ان انت بعد ما نشفتي جلدك بيبدأ عليه يبقى قشرة زي قشرة الراس كده، بتبدأ انها تتطاير وبتسبب الحكة. فهنتجنب استخدام المية السخنة في الشاور او في غسيل الوش، واول ما نخلص الشاور بتاعنا على طول هنرطب بايه؟ بلوشن. كده دي الخطوات الروتين بتاعت العناية بالبشرة الجافة. هنبدأ بقى نتكلم عن المنتجات اللي احنا هنستخدمها للعناية بالبشرة الجافة. اتفقنا ان اول حاجة في خطوة الروتين اليومي بتاعتنا هي الغسول، والغسول هنستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل. نحاول على قد ما نقدر يكون الغسول كريمي او غسول جل، بحيث ان هو يبقى يعني الغسول الكريمي هيبقى غني، هيبقى مرطب للبشرة، والغسول الجل هيبقى خفيف من غير ما يسبب اي فقد للرطوبة من البشرة، وطبعا يبقى خالي من الصابون.
افضل الغسولات اللي احنا نقدر نستخدمها للبشره الجافه بتاعتنا، وبرده كل غسول هنتكلم عليه صورته هتبان عندكم. اول غسول انا برشحه غسول من بايوديرما اسمه غسول اوتوديرم، وهو غسول كريمي. الغسول ده غني بالفيتامينات والجليسرين والفازلين. فطبعا احنا عارفين ان الفازلين ده عامل زي الشلد كده، بيحبس الرطوبه جوه الجلد، فبالتالي هيحافظ على الترطيب بتاع البشره، ولما هتنضفي وشك مش هينشفه. تاني غسول عندنا غسول نيفيا حلو قوي اللي هو اسمه جنتل كلينزنج كريم، ده لونه بينك، صورته برضو هتبان عندكم. ده تركيبته لطيفه جدا، في زيت اللوز، وطبعا زيت اللوز بيرطب البشره حلو قوي، وكمان زيت اللوز منظف قوي للبشره، بس تنظيفه لطيف، يعني بينظف بعمق بس من غير ما يسبب اي جفاف في البشره. فهتلاقيه بقى بيزيل الشوائب والاتربه وبواقي الميك اب والجلد الميت، وبينظف البشره كده، وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيرطبها. ثالث غسول عندنا غسول نيتروجينا المنشط، وهو 2 في 1، هو غسول وماسك مع بعض. تركيبته خالية من الزيوت، ودي اهم ميزة فيه، وبينظف المسام بفعالية، وبيزيل الخلايا الميتة من سطح البشرة. والزيوت اللي انا اقصدها هنا مش الزيوت الطبيعية، انا اقصد الزيوت المعدنية والصناعية اللي هي بتبقى تقيلة على البشرة. رابع غسول الغسول بتاع دوف المرطب. الغسول ده حلو جدا جدا جدا، ده غسول رغوي بينظف وبيرطب البشرة وبيديها ملمس ناعم وبيديها اشراقة حلوة، يعني بتحسي ان البشرة جلوي كده بعدها. بعد كده عندنا في غسول جونسون للبشرة الجافة. الغسول ده بيعتبر غسول وسكراب، فيه حبيبات كده ناعمة بتعمل سكراب خفيف للبشرة، وبيشيل الشوائب من البشرة، وفي نفس الوقت مش بينشفها، وهو كمان فيه جليسرين، فبتضمني ان انت مش فيش جفاف هيحصل لبشرتك. عندنا كمان الغسولات بقى الكوري، عندنا غسول فارم ستاي بالكولاجين، رهيب جميل جدا، هو فيه كولاجين وكرياتين، فبيوفر الترطيب والمرونة للبشرة. وعندنا برضو غسول فارم ستاي اللي هو V8، ده فيه فيتامين سي، فطبعا هو حلو جدا، ميزته ان هو غسول فوم، فبيعتبر كريمي وخفيف على البشره، مش بيسبب جفاف. فيتامين سي اللي فيه بينور البشره على طول وبينظف البشره، وده من غير ما يعمل اي جفاف في البشره. تامن غسول عندنا غسول باليا اللي هو البينك بتاع البشره الجافه، ده فيه زيت اللوز وزيت دوار الشمس، بينظف البشره وبيقشرها وبينظف المسام بعمق، وكمان بيحتوي على فيتامين اي، وفيتامين اي بيرطب البشره. ده بالنسبة للغسولات. ادي 8 غسولات، وعندنا حلقة فاتت اتكلمنا فيها برضو عن الغسولات والعناية بالبشرة، هتلاقوا فيها برضو حوالي 4 أو 5 غسولات تانيين. فانت كده عندك فرايتي حلو جدا ان انت تستخدمي حوالي 13 نوع غسول. اكيد هتلاقي واحد فيهم جنبك لو انت مش عايزة تشتري اونلاين، وهتلاقي واحد فيهم مناسب للميزانية بتاعتك. بعد ما بتخلصي خطوة الغسول عندنا خطوة الماسكات. الماسكات المرطبة بتعمليها من 2 ل 3 في الاسبوع حسب حالة بشرتك، وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنعمل الماسكات بطريقة دورية عشان ننظف بشرتنا على طول، ما يكونش فيها شوائب، وفي نفس الوقت نمدها بفيتامينات ونمدها بمواد مغذية، فبتخلي البشرة شابة، لان البشرة الجافة هي من اكتر البشرات اللي بتتعرض لظهور علامات السن اكتر من غيرها نتيجة فقد الرطوبة بتاعتها. من اهم الماسكات اللي احنا هنستخدمها للبشرة الجافة ماسكات اللي انا هقولها لكم دلوقتي، دي ماسكات هتبقى جاهزة هنشتريها، وزي ما اتعودنا في ماسكات تانية هنعملها في البيت هقولها برضو بعد الماسكات اللي احنا هنشتريها. اول حاجة في الماسكات الجافة هي الماسك الشيت، اللي كل حلقة لازم اشكر فيه واقول قد ايه هو حلو. الشيتات ماسك بتاعت فارم ستاي وبتاعت 3W كلينيك متوفر فيها مجموعة حلوة جدا بتناسب البشرة الجافة، زي اللي بالعسل واللي بزيت الزيتون واللي بالرمان واللي بالخيار واللي بالصبار واللي بالبلو بيري. مفعولها بيبقى حلو جدا وسريع في تنظيف البشره. قلت لكم قبل كده هي منقذ في الازمات، لو انت خارجه وحاسه ان بشرتك لونها شاحب فانت تقدري تستخدميها وتنزلي بعدها، فعلا بتفرق. افضل ميعاد لاستخدامها قبل النوم، طالما انت مش هتستخدميها وانت نازله لمناسبه، هتغسلي وشك وتحطي شيت ماسك عليه لمده تلت ساعه، وبعد كده هتشيلي الشيت ماسك وهتطبقيه وتحطيه في الكيس بتاعه، لانك ممكن تستخدميه 2 و3 لو ما جفش منك، وهتبداي ان انت توزعي باقي
السيرم اللي الشيت ماسك نزله على وشك بطريقه المساج على البشره من تحت لفوق كده عكس الجاذبيه، هتلاقي نتيجه فوريه وبشرتك هتتغذى منه. كل الماسكات شيت بتاعه فارمستاي و3 دبليو كلينيك فيها فيتامينز وخلاصه فاكهه، فبتعزز البشره وخلايا البشره وبتحفز انتاج الكولاجين، فهي فعلا ماسكات ممتازه وسعرها حلو جدا في حدود من 35 ل 45 جنيه. فحلو لما تستخدميه مثلا تجيبيه وتستخدميه مرتين هيبقى حلو جدا معاكي وهيبقى موفر. تاني ماسك عندنا ماسك الاصلاح الليلي من كافي ميمي. كافي ميمي دي شركه روسيه حلوه جدا، الماسكات بتاعتها ظريفه وكل منتجاتها جربت منها حاجات للشعر وحاجات للجسم وحاجات للبشره، بصراحه كانت حلوه جدا. الماسك بتاعنا اللي هو ماسك الاصلاح الليلي من كافي ميمي ده بزيت بذور المانجا، وكمان في زيت القطيفه، بذره القطيفه. بذره القطيفه دي بتخلي الوش ناعم جدا وبتملاه من جوه بميه، بتحسي بعدها فعلا ان البشره طريه وهشه، فده بيرطب البشره وبيجدد خلاياها وبيحسن ملمس الجلد وبيقاوم من علامات التجاعيد وعلامات التقدم في السن. والماسك ده انت بتستخدميه بالليل، بتحطيه بالليل قبل ما تنامي وتغسليه تاني يوم الصبح، فبيعتبر كانه كريم ليل، فانت تقدري تستغني عن كريم الليل وتستخدمي الماسك ده. تالت ماسك عندنا الماسك بتاع ميراكل ده، برضو ده ماسك ميراكل، ده سكراب كوري. الماسك ده بخلاصة الليتشي والكاولين. الليتشي مادة مرطبة والكاولين مادة منقية للبشرة وبتنظف الخلايا بعمق بس من غير ما تسبب لها جفاف بفضل وجود خلاصة نبات الليتشي. وكمان فيها زيت جوز الهند، فزيت جوز الهند بيرطب البشرة فما تخافيش من وجود الكاولين. وكمان مضافين فيه زيت زبدة الكاكاو وبذور الفراولة، عشان بذور الفراولة هتعمل لك سكرابنج خفيف كده للبشرة، فده هيشيل الجلد الميت. الماسك كمان فيه حمض الهايلورونيك، فبيمد البشرة بحمض الهايلورونيك فبتبقى مترطبة مش بتبقى ناشفة ولا جافة. وكمان فيها سيرامايد للترطيب العميق. الماسك ده ممتاز ممتاز، خلاصاته رهيبه جدا وكلها مغذيه للبشره. وحتى وجود الكاولين اللي الناس ممكن تخاف منه، وجود المواد التانية زي زبده الكاكاو وزي ما قلنا الليتشي وزيت جوز الهند والهايلورونيك بيعوض الكلام ده. رابع ماسك عندنا طبعا معروف جدا البراند اللي هو ستيفز كولاجين. احنا بنستخدم الكولاجين اللي هو المرطب. انا هتكلم عن الماسكات. عندنا ستيفز بالشوفان، سكراب جميل حلو جدا 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 للبشره الجافه. السكراب ده بينظف البشره من غير ما يعمل فيها اي جفاف ونتيجته فوريه، وطبعا هو للبشره بتاعه الوش وفي منه احجام كبيره للجسم. وعلى فكره بالمناسبه الشاورات بتاعتهم برضو حلوه. عندنا كمان ماسك باليا اللي هو بيوتي افكت باور ماسك. الماسك ده كريمي فهو مش بيسبب اي جفاف، وفيه جليسرين وهايلورونيك اسيد فبيعالج الجفاف الشديد بتاع البشره، وكمان بيعالج التجاعيد والخطوط التعبيريه. حاولي تستخدميه 3 مرات في الاسبوع هتلاقي الايفكت بتاعه حلو جدا. عندنا كمان ماسك الهيمالايا. ماسك الهيمالايا موجود في كل محلات المنظفات وموجود في الصيدليات، اللي هو بالخيار وزيت اللوز. ده بيرطب البشره. هو كمان بيل اوف ماسك، بتقدري ان انت تشيلي بيه الاتربه والشوائب اللي موجوده في المسام، بان انت بتشيليه كده. هو بيشيل الجلد الميت وبينور الوش وبيديها اشراقه، وكمان بيدي ترطيب جميل بفضل وجود الخيار وزيت اللوز. وطبعا بيعمل انتعاش حلو قوي في البشره عشان الخيار. دي الماسكات اللي احنا نقدر نشتريها من الصيدليه او اونلاين، اللي المناسبه للبشره الجافه مش هتسبب فيها اي جفاف. هندخل بعد كده على الماسكات اللي احنا بنعملها بايدينا، واللي انا يعني كنت كده من فتره قلت لكم انا ما بقتش ما كانش ليا روح فيها، بس انا دلوقتي فعلا بدات ان انا اطبقها ولقيت انها يعني حاجه ظريفه كده وبتغير المود لما اقف كده واعمل حاجه لنفسي فبتبقى حلوه. الماسكات اللي احنا ممكن نعملها في البيت للبشره الجافه، عندنا اول حاجه ماسك الفراوله والزبادي. هتجيبي كوبايه زبادي وهتحطي عليها 4 فراولات تكوني كده هرساهم الاول قبلها، وهتخلطيهم ببعض كويس قوي. وبعد كده هتغسلي وشك وتوزعيهم على بشره نظيفه وتسيبيهم مثلا تلت ساعه، وبعد كده هتغسليه بميه فتره. انت هتلاقي اصلا اشراقه فوريه عشان الزبادي وعشان الفراوله، وهتحسي بنقاء جميل جدا في البشره، لان الفراوله بتعتبر انتي اوكسيدنت حلو جدا للبشره بتغذيها، وطبعا الزبادي بيرطب والفراوله هي كمان بترطب. فالماسك ده ظريف جدا وحلو جدا وهينقذك لو انت بشرتك جافه قوي وعايزه تعالجي المنظر العام. عشان تبداي بقى ان انت تعملي الروتين وتمشي معانا كده،
عشان الدنيا تتظبط معاكي. تاني ماسك عندنا ماسك الموز والزبادي والعسل. هتجيبي نص موزه وهتهرسيها وتحطي عليها معلقه عسل وهتحطي عليها معلقتين زبادي وهتخلطيهم ببعض. وطبعا لو انت بقى في ايديكي ان انت تخففي القوام او تتقليه، احنا بنبقى عايزينه تقيل شويه علشان لما تبداي توزعيه على بشرتك ما يفضلش ينقط كده وانت ماشيه. فده برده حلو جدا. هتحطيه على بشرتك برده لمده تلت ساعه برده، وبعد تلت ساعه تغسليه. هتلاقي برده في فرق جامد جدا في الترطيب، وخصوصا العسل طبعا بيظبط الدنيا. تالت ماسك عندنا هيبقى ماسك الشوفان والعسل. لو انت مش عايزه تجيبي ستيفز بالشوفان فانت تقدري تعمليه في البيت. معلقه شوفان طبعا مطحونه، وهتحطي عليها معلقه عسل ابيض، وهتبداي توزعيها على البشره وتسيبيها لغايه لما تجف. بتقعد حوالي ربع ساعه. هتبداي تعملي سكرابنج خفيف خالص كده 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 كده. لو لقيتي العمليه لا تقيله، ده العسل لزق كده في وشي ومش عارفه اعمل، اوكي هتحطي شويه ميه. هتجيبي ميه كانك بتغسلي وشك عادي خالص. هتبداي تحسي ان ده اللي على الوش ده طري. هتبداي ان انت تعملي سكرابنج خفيف من تحت لفوق كده وهنا، وتبداي تشطفي بشرتك. هتلاقي برده اشراقه ونتيجه فوريه، وخصوصا ان انت الاشراقه دي بتيجي من ان انت بتشيلي الخلايا الميته وبتشيلي طبقه من التراب. استخدامك للمنظف والصابون ما بيقدرش يشيلها، بيبقى عايز عامل مساعد اللي هو تقشير البشره وتقشير القشره الخارجيه. دول الثلاث ماسكات اللي احنا هنعملهم في البيت واللي هنقدر نستخدمهم لترطيب البشرة الجافة. بعد كده بنيجي على خطوة الكريمات المرطبة، وقلنا ان البشرة الجافة هي من اكتر انواع البشرات تعرض لان هي يحصل فيها علامات للتقدم في السن وظهور التجاعيد بسبب فقد الرطوبة. فعشان كده لازم كل الروتين بتاعنا وخصوصا الكريمات المرطبة، واللي هي اصلا اهم حاجة في الروتين بتاعنا لان هي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل على وشنا بالساعات. انت بتغسلي يعني بتحطي الغسول تشطفي على طول، بتحطي الماسك وتشطفي بعد تلت ساعة، ودي كلها عوامل مساعدة. لكن اهم حاجة عندنا هو الكريم المرطب اللي بيفضل على وشك ساعتين وثلاثة واربعة. لازم الكريم ده يكون فيه هيلورونيك اسيد، يكون فيه نياسيناميد، يكون فيه فيتامينات، وكمان يكون فيه مثلا سيرامايد، يكون فيه زيت افوكادو، زبدة شيا، جليسرين، فيتامين ه. كل دي حاجات مغذية للبشرة الجافة. حاولي ان انت وانت بتجيبي الكريم تشوفي المكونات بتاعته، او ان انت لو هتستخدمي وصفات طبيعية ان انت تستخدمي الحاجات دي عشان تعوضي الفقد اللي بيحصل في رطوبة البشرة فبيؤدي لظهور علامات الجفاف بتاعتها. طيب ايه احلى الكريمات اللي احنا نقدر نستخدمها للبشره الجافه؟ الكريم الاولاني اللي انا برشحه وبقوه، وهو كان ترند كده في مصر من حوالي 4 أو 5 سنين واختفى فتره طويله. كريم كوري كان اسمه مويست فول. طبعا صورته هتبان قدامكم. مويست فول ده كان غسول من اتيتيود هاوس، وده براند كوري مشهور جدا. الكريم ده في منه غسول وفي منه سيرم، قصدي الكريم ده في منه غسول وفي منه سيرم، فانت ممكن تقدري تشتري المجموعه الكامله. الكريم نفسه رائع جدا لانه بيحتوي على حوالي مكوناته 15.5% منه كولاجين صافي. فالكولاجين ده اصلا هيخلي بشرتك حتى لو هي جافه عامله زي القطيفه، يعني هتبقى هشه كده عامله زي غزل البنات. ففعلا حاولي تجيبيه. الكريم ده زائد الكولاجين اللي فيه موجود كمان في مكونات تانية وزيوت طبيعية بتحافظ على الرطوبة بتاعة الجلد وبتمده بمغذيات طبيعية بفضل الفيتامينات اللي فيه. ففعلا بيفرق جامد جدا 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 للناس اللي بشرتها جافة قوي ومش لاقيه لها حل. تاني كريم عندنا كنت اتكلمت عنه في حلقة البشرة المختلطة اللي هو نيتروجينا، اللي هو الهيدرو بوست جل كريم. هو مكتوب عليه على فكرة للإكسترا دراي سكين، يعني للبشرة شديدة الجفاف. الكريم ده برضو حلو قوي قوي قوي، وملمس الجل بيدي رطوبه وانتعاش في البشره فما بتحسيش ان البشره جافه. وعشان هو جل فتقدري عادي جدا تستخدميه 5 و6 مرات في اليوم من غير ما تحسي ان انت المسام عندك مسدوده. تالت كريم مرطب عندنا اللي هو سيرافي، اللي هو السيرافي اللي هو المسترايزنج كريم اللي هيبان صورته دلوقتي. السيرافي طبعا احنا اتكلمنا عنه، قلنا ان البراند ده هو سيتافيل اكتسحه. السيرافي كريم للبشره الجافه ده بتقدري تستخدميه للوش وبتقدري تستخدميه للجسم كمان، وهو مكتوب عليه كده. وهو فيه هايلورونيك اسيد وفيه 3 انواع من السيراميد، فبيديكي ترطيب لمده 24 ساعه، فبيعتبر ممتاز للبنات اللي بتنزل تشتغل وما بتقدرش ان هي تجدد الكريم على بشرتها ولا تغسل بشرتها. لا، فانت ممكن تقدري ان انت تستخدميه وهيبقى كويس قوي.
عندنا ثالث كريم، عندنا جارنييه سكين اكتف جل كريم. ده مكتوب عليه ان هو ريسكيو ريتشارج، وهو فعلا ريسكيو، هو منقذ فعلا البشره شديده الجفاف، لان هو مجرد ما بيتحط على البشره بيرطب وايه وبسرعه، وبيدي كمان افكت مش بس على البشره الخارجيه، لا ده هو بيرطب بعمق، فانت اصلا بتحسي ان بشرتك كلها اتغذت. تعبيرات وشك وبشرتك جافه بتبقاش مرتاحه. لما بتحطي الكريم ده لا بشرتك بترتاح وتعبيراتها بترتاح، لانها بتدي تمدد في الخلايا بفضل الرطوبه. فالكريم ده حلو جدا، وهو برده فيه هايلورونيك اسيد وفيه كمان فيتامين سي، فهو بينور البشره وبيديها اشراقه حلوه. رابع كريم عندنا لاروش بوسيه. لاروش بوسيه ده اللي هو التوليران دبل ريبير. ده من اهم مميزاته انه مش بس بيستهدف ان هو يعالج الجفاف بتاع البشره، لا ده كمان بيحميها من الضرر الناتج عن في حاجه اسمها تكسر الجزيئات الحره بتاعه الجلد، اللي هي عباره عن ان الخلايا بتبدا تتدمر نتيجه التعرض مثلا للشمس، للحراره العاليه بتاعه المطبخ بتاعه الشمس، لتراب في عاصفه، مطر نازل فيه، حمض، كل الكلام ده بيدمر حاجه اسمها الجذور الحره بين الخلايا، فالبشره بتبدا ايه زي ما بيقولوا كده تتهدل. فالكريم بتاع لاروش بوسيه ده اصلا بيستهدف كمان النقطه دي، فبتبقى شكلها حلو جدا بعد ما بتستخدمي الكريم. والناس اللي بشرتها مرهقه وما بتنامش فترات طويله، وشها عنده شحوب من قله النوم، برضو الكريم ده ممتاز جدا ليهم. هتحسي بالفرق بتاعه بعد استخدامه، وعلى فكره يعني مش بفتره طويله، انت ممكن مثلا بعد 3 أسابيع تحسي ان انت ملامح البشره اتغيرت، الوش ما بقاش شاحب، ما بقاش مصفر، الجلد بقى يعني فيه تماسك اكتر، شكله بقى صحي. فهو يعني غالي بس ثمنه فيه. عندنا كمان الكريم المرطب بتاع افينيو، يا لو لقيتوه ده حلو قوي، افينيو هايدرانس ريتش. ده الكريم ده بيمنع تبخر الميه من البشره وبيمدها بترطيب عالي، لانه اصلا بيحتوي على زبده شيا وبيحتوي على زيت دوار الشمس، فهم بيعملوا افكت حلو جدا في الترطيب. عندنا كمان الكريم بتاع فيتشي، ما اعتقدش ان احنا هنلاقيه، لو لقيناه بس هو غالي. الكريم ده برده حلو جدا، اللي هو اكواليا ثيرمال ريتش كريم. ده فيه هايلورونيك اسيد وكولاجين وشيا باتر، مثل ان هو بيديكي ترطيب لغايه 48 ساعه، فدي طبعا حاجه حلوه جدا. عندنا ستيفز كولاجين، طبعا ده معروف والترند بتاعنا، وسعره ارتفع للدبل في ال3 شهور اللي فاتوا دول، بعد ما كنا بنجيبه ب 165 و 175 وصل ل 350. بس هو ميزته ان الجار بتاعته نفسها كبيره، تقدري تستخدميه لفترات طويله. الترطيب بتاعه حلو ومش بيلزق، فبتعرفي تستخدميه 4 و5 مرات في اليوم وانتي مرتاحه وبشرتك مرتاحه. في كولاجين وفي الاستين، فالالاستين ده بيدي شد للبشره، ما بتحسيش ان هي متهدله، فيبدا يعالج لك التجاعيد، يبدا يعالج لك العلامات اللي هي التعبيريه اللي بتبقى جنب العين بين الحواجب. فهو برضو لذيذ جدا، واعتقد دلوقتي موجود في الصيدليات، ما بقاش حكر على الاونلاين يعني. ده برضو من الكريمات الحلوه. وعندنا بقى اخر حاجه اللي هنختم بيها بقى حبايب قلبي، المجموعه بتاعه فارم ستاي، اللي هي الامبولز، واللي اشهرها الفارم ستاي كولاجين امبول. الفارم ستاي كولاجين امبول يا جماعه حلو جدا جدا جدا، نزل منه مضروب كتير، فحاولي ان انت لما تجربي الاوريجينال منه. كميه الكولاجين اللي فيه حلوه قوي، بترطب البشره. مع ترطيب البشره انت بتبداي تحسي ان بشرتك بقت اكتر صحه. لو فيها بقع داكنه زي ما قلنا، الوان رمادي او حاجه، بتبدا تختفي. لو في احمرار في البشره بيبدا يروح. لو في قشور بتبدا تختفي. لو في حكه او هرش ما بتحكيش، ما بتهرشيش، فمش هتلاقي فيه علامات، فبشرتك بتبقى صحيه ونضره. وده طبعا لما الواحده فينا بتبقى بشرتها حلوه بيديها ثقه في نفسها. ده اخر كريم معانا، ودي الحلقه بتاعتنا النهارده عن البشره الجافه. طبعا بتكلم بسرعه عشان الحق الم لكم كل المواضيع اللي تخص البشره الجافه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. اي حد استعمل اي حاجه للبشره الجافه وكانت حلوه معاه غير اللي انا اتكلمت فيهم، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات، ويا ريت كمان تقترحوا عليا تحبوا نتكلم عن ايه الحلقه اللي جايه. واشوفكم على خير في حلقه جايه ان شاء الله.